السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهارده بقى في يوم جديد كده مع بعضنا. احنا كنا هناكل رنجة، بس انا الصراحة ماليش في الرنجة، ليا في الفسيخ ملوحة الكلام ده، لكن ماليش في الرنجة قوي. فوانا جاية كده لقيت بتنجان زغل العيني كده صغير ورفيع وجميل، رحت جايبة بتنجان قلت والله انا عاملة محشي. طلعت كيس لحمة سلقته وهعمل معاكم لأول مرة التخديعة قدامكم. تعالوا كده نشوف هنعمل ايه ونسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا الحله اهي بتاعتي ولا بوتاجازي. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. محشي يعني زيت كتير، بصل كتير، قوطه كتير، كل حاجه كتير في المحشي عشان تطلع ايه، يطلع حلو كده ومتطعم. حطيت الزيت زي ما انتم شايفين كده، وشايفين الزيت قد ايه كتير. معايا 3 بصلات كبار. اهم حاجه في المحشي يا جماعه كتروا البصل وما تحمروش البصله، دبلوها بس تدبل بس. هندبل البصله مع بعضنا، سيبها كده عشان تسخن وتدبل. هدبل البصله ونرجع نشوف هنعمل كده. دبلنا البصله بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، انا محمرتهاش، انا مجرد دبلت معايا في الزيت اللي هي تري وهتخش على ان هي تاخد لون. لا انا مش عايزاها تاخد لون عشان المحشي يبقى حلو وخفيف ما يبقاش تقيل. احط الصلصه بتاعتي، شفشق صلصه كده معتبر. اقلب كده. هحط 7 بهارات، مش كتير، ما تكتروش من البهارات عشان ما تغيرش طعم المحشي. انا عايزه احس بطعم المحشي. كعبين مرقه، دي بهارات محشي بتاعت ابو عوف، بهارات محشي. شويه كده فلفل اسمر، فلفل اسمر، كمون، معانا كده التسبيكه بتاعتنا اهي اتسبكت، شايفينها بقت عامله ازاي. الزيت طلع على الوش اهو. معايا نص كيلو رز غسلان. هتقولي كتير الصلصه دي؟ لا احنا بنحب الصلصه كتيره في المحشي، ولسه هحط خضره كتير وبشرب الصلصه مع الرز كده واسيبهم يشربوا شويه على النار. انا بس الفيديو فصل وانا بعمل باقي التوابل، انا ما حطيتش حاجه تاني قدامكم زياده، الا حطيت شويه شطه وحته هريسه. سيبها كده نقلبها شويه في الصلصه. هنجيب الخضره، دول 3 حزم خضره، 2 كزبره وواحده شبت. انا ما بحطش بقدونس على المحشي كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل الخضره بتاعتنا زي ما قلنا بقى، المحشي كل حاجه كتيره. هقلب بقى. انا مولعه البوتاجاز لسه ما طفيتش، واللحمه عندي لسه بتتسلق. بس هفضيهم بقى في حاجه، هفضيهم في حاجه واسعه عشان هحشي في الحله. تعالوا معايا. تعالوا حبايبي، فضيت المحشي. شايفين الخلطه شكلها تحفه، شكلها حكايه، سخنه قوي. شايفين لما تقلبت كلها على بعض بقت كل حاجه مظبوطه، مبقاش فيه زيت كتير، مبقاش فيه القوطه اللي هي الكتيره اللي عامله زي الشوربه دي، لا ما بقاش فيه الحاجات دي كلها.
هو في خرم في الصينية عايزة اشوفه فين. ايوه ده. بصراحة لقيت الصينية كده فيها خرم صغير عمالة تنزل الزيت اللي فيه، فغيرتها وحطيتها في طبق. ادي الخلطة بتاعتي. بس احنا رايحين الحلة بتاعتي طبعا قطعت فيها قطاية وبصلاية كده بقطعهم في قعر الحلة. عندي الجزر قطعي، قرنين فلفل قطعي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. محشي سخن جدا. سخن جدا. تعالوا كده بسم الله الرحمن الرحيم. سخن مولع. سيبته يهدى شويه وبرده سخن كده على طول. بصي احط الرز وبسي وتبقى شايفين عقله الصباع دي، العقله دي نخليها فاضيه رز. ليه بقى؟ عشان الرز لما يزيد ما يطلعش بره. هعمل لكم واحده كمان والباقي بقى انا اقعد احشيه مع نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. على طول كده ما بياخدش حاجه والله. غلبته في تقويره وبرده والله ما خدش معايا حاجه في التقوير. طري البتنجلايه وقوريها مش تاخد معاكي حاجه. حشيتها ودي عقله الصباع اهي سايباها. كمان سخن قوي فبحاول اخد وش الرز بس كده. هحشي باقي الكميه وارجع لكم اوريكم بعد ما حشيته عامل ازاي. خلصت المحشي اهي. شايفين حله المحشي عامله ازاي؟ تعالوا نسويها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الشوربه بتاعتي اهي طبعا فيها كل حاجه، مش هحط حاجه ان انا محققه شوربتي كويس قوي. بس كده ندي هزه للمحشي. شايفين احنا بنحب فيه كمان صوص. ولا ترصي محشي ولا غيره، احشي وارمي في الحله على طول وهيطلع زي العسل. اهم حاجه النفس. واطلع كمان حتتين كده سمين يعني الحته السمينه دي كده احطها على وش المحشي خليها تطعمه اهي. دي كمان سمينه. دول كده على وش المحشي ينزلوا الدسامه بتاعتهم، يخلوا الشوربه دسمه اكتر. بس هقلع المحشي بتاعي ويستوي ونغرف مع بعضنا. وده كان المحشي النهارده بتاعنا. شوفوا حلو ازاي بالصوص بتاعه، الملوخيه واللحمه. وده كان اكل بسيط جدا يعني، يعتبر اكل على غفله يعني، ما كانش في البال خالص نعمل محشي النهارده. ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.